إذا كما تشاهدون أحبتي في الله، هي 8 أسطر. قمت بصنع سكريبت خاص بطبع بالبايثون من أجل إرسال رسائل مجانية في هاتف المحمول أو إلى أي رقم أقوم بتأكيده. أوكي، لنقوم بتشغيل هذا السكريبت وأقوم بإيرائكم الرسالة التي سوف تصلني، التي قمت بكتابتها هنا كما تشاهدون. I love you Python life. أوكي. أوكي، كما تشاهدون أنا حاليا ليس لدي أي رسائل، لننتظر فقط قليلا وسوف تظهر الرسالة في هاتفي كما ترون. هي قامت بدخول هاتف رسالة جديدة الآن. سوف أقوم بالضغط عليها وكما تشاهدون ها هي جاءت لي مكتوب sent from your trial account I love you Python live channel. أوكي، إذا هذا هو درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة. إذا درسنا هذا اليوم إن شاء الله سوف نقوم بصنع سكريبت. بالطبع يمكننا تطبيق هذا الشرح في الهاتف أو في الحاسوب. يشتغل بالطبع أيضا حتى هذا الشرح أو هذا السكريبت يشتغل في الهاتف بدون أي مشاكل، سواء في تطبيق البايدرويد 3 أو في تطبيق الترميكس. أوكي، إذا فكرة هذا التطبيق أننا سوف نقوم باستعمال موقع تويلو من أجل تويلو أو تويلو من أجل القيام بإرسال رسائل مجانية إلى أي رقم بالطبع نحن نقوم باختياره. والشيء الرائع بالطبع أنها رسائل مجانية، وأيضا برقم ليس بالطبع الرقم الخاص ببلدك أو المنطقة التي تعيش فيها أو البلد الذي تعيش فيه، بل رقم هاتف أجنبي. أوكي. إذا السكريبت يحتوي تقريبا على يحتوي على 8 أسطر، وليس تقريبا على 8 أسطر. نعم أحبتي في الله، هو يمكننا من إرسال رسائل بالطبع بدون أي مشاكل. أوكي، كأول شيء نقوم بفعله هو نقوم بالذهاب إلى سواء تيرميكس أو أي شيء تقوم باستعماله من أجل كتابة السكريبت الخاص بك كما تريد. سوف أسميه كمثال SMS. يمكنك بالطبع تسمية السكريبت الخاص بك أي اسم تريد. كما أخبركم دائما أنتم أحرار في كيفية تسمية السكريبتاتكم أو متغيراتكم، يمكنكم التعديل عليها، وعليكم دائما القيام بإيجاد طريقتكم الخاصة وليس فقط اتباعي بدون أي فهم أو القيام بتقليدي في أصغر الأمور وأكبرها. أوكي، عليكم القيام بإيجاد طريقتكم حتى تصبحوا محترفين في وقت قصير جدا. أوكي، بالطبع في أول أمر نقوم بكتابة تثبيت هذه الحزمة. بالطبع سواء كنت تستعمل الترميكس أو البايدرويد 3 pip install تويلو. عفوا، هكذا ثم تضغطون على انتر بالطبع وتنتظرون لحين انتهاء تثبيت هذه اللايبرري، هذه المكتبة. اوكي، قمت بتحميلها بالطبع سابقا. اوكي، نقوم الآن بغلق هكذا، ثم نقوم بكتابة from تويلو. أين هي؟ عفوا، تويلو دوت rest import، عفوا نطق فارغ، import client. اوكي. اذا هذا هو اول امر الذي قمنا من خلاله باستدعاء كامل المكتبة. اوكي. ثم هنا احبتي في الله سوف نقوم بكتابة SED. اوكي، SED، او يمكننا بطبع تسمية هذا المتغير account SED. اوكي، سوف نقوم بفهم ما هو هذا ال SED. اوكي. ثم هنا نقوم بكتابة تسمية متغير كمثال توكن أو تسميته تحت أي اسم نريد. كمثال سوف نسميه توكن يساوي. اوكي، سوف نترك هذه الدبل كوتيشن أو السنجل كلوت، هذه الفواصل المزخرفة العلوية، عفوا الفواصل ليست بالمزخرفة، الفواصل العلوية هكذا حتى لا يعتبره خطأ، لأنني تركناه هكذا كما ترون يطبع لي خطأ. اوكي، لأننا سوف نقوم بالعودة إليه.
ثم هنا نقوم بكتابة متغير، نقوم بإنشاء متغير نسميه client. أوكي، ثم يساوي client بالأحرف الكبيرة. ثم هنا داخل هذه الأقواس نقوم باستدعاء هذا الأكونت SED والتوكن. أوكي، أيضا يمكننا بطبع إزالته هكذا وجعل فقط كتابة SED. أوكي، أنت حر. إذا نقوم باستدعاء أول شيء هو SED ثم فاصلة والتوكن. أوكي، التوكن الكثير من الأشخاص يعرفونه، وهو وكأنه كلمة السر وكأنه بريد إلكتروني وكلمة السر مشفرة. أوكي. حتى لا تختلط عليكم الأمور ولا تفهموا ما هو التوكن. أوكي، ثم هنا أحبتي في الله نقوم بكتابة SMS تساوي client ثم دوت مسج هكذا دوت create. أوكي، إذن هنا سوف نقوم بإنشاء رسالة. يمكنك بطبع كتابة كل هذه الأوامر التي كما ترون قمت بضغطات انتر في الفراغ. أوكي، كما ترون قام بوضع هذا القوس هنا، لكن هنا أيضا لا يمكنني كتابة أي شيء. أوكي، هذا لا يعني أن السكريبت خاص بخطأ. أوكي، يمكنك بطبع كتابة كامل السكريبت الخاص بك إكماله هكذا في سطر واحد، أو يمكنك اتباع الطريقة التي سوف أقوم باتباعها أنا في هذا الشرح. أوكي، أنت حر. نتوجه إلى موقع تويلو. بطبع سوف نريكم الآن كيفية القيام بالتسجيل فيه، كيفية جلب التوكن الخاص بك والكثير من الأشياء الأخرى. قمت بالتسجيل سابقا في هذا الموقع، لكن سوف أحاول القيام بالتسجيل برقم هاتف آخر. أوكي، سوف أترك لكم الرابط من أجل الدخول إلى هذا الموقع. سوف أترك لكم الرابط الخاص بي. على ما أعتقد كما يقولون سوف أريكم لاحقا أنه كلما قام شخص باستعمال الرابط الخاص بك سوف يعطيك $10 من أجل إرسال على ما أعتقد رسائل مجانية أو ربما الاتصال. الرسائل المجانية أعتقد أنها ليست محدودة أو ربما محدودة، لا أعلم، لكن كما أخبرتكم إن قمت بوضع الرابط الخاص بك وقام شخص بالدخول إليه وتحميل أو استعمال هذا الموقع مثل ما نستعمله نحن في البايثون سوف يعطونه $10. أوكي، نذهب إلى هنا login in ثم نقوم باختيار create new account. عفوا، هذا الاكونت الخاص بي كما ترون هو بايثون لايف، هو رقم الهاتف. اوكي، سوف اذهب الى المتصفح الاخر. ها هو، اين هو؟ كلتا المتصفحان مثل بعضهما البعض. اوكي، لا بأس، سوف اقوم بفتح ماذا سوف نفتح عبدي في الله؟ اريد ان اريكم الشرح. سوف ابحث، ليست لدي فقط جوجل كروم. سوف ابحث عن هي قديمة جدا، انترنت اكسبلور. نضغط على انتر، فأقوم بغلق هذه النافذة. ها هو أحبتي في الله، إذن هذا هو الموقع الذي سوف نقوم بالتسجيل فيه. نضغط هنا، بتعبئة اسمكم. هنا الاسم الخاص بك، يمكنك كمثال كتابة أي شيء كمثال بايثون SMS هكذا، بايثون SMS last name SMS، وهنا الإيميل الخاص بك كما تريد. هنا بطبع الباسورد الخاص بك، عليك أن يكون الباسورد كبيرا بعض الشيء. أوكي، كلمة وحرف أو رقم هاتفك أو أي شيء من هذا القبيل. ثم تضغط هنا، ثم تقوم بالضغط هنا على start your free trial. أوكي، التجربة المجانية. ثم بعد تسجيل الدخول هنا بطبع في هذا الموقع، كما نعلم جميعا فإنه يرسلون لك رسالة في بريدك الإلكتروني في الجيميل من أجل تأكيد فقط أنك أنت حقا صاحب الحساب. أوكي، ثم بعد التأكيد سوف تأتي معك هذه النافذة التي سوف أقوم بعرضها الآن. أوكي، هذه هي النافذة التي سوف أقوم بعرضها الآن، ويطلبون منك بالطبع تأكيد رقم هاتفك. أوكي، رقم هاتفك سوف أريكم. ها هو أحبتي في الله، ها هو هنا تقوم بتأكيد رقم الهاتف الخاص بك. أوكي، تضغط عليها مرة واحدة ثم تقوم بكتابة رقم هاتفك، وأيضا يرسلون لك إلى رسالة وتقوم بتأكيدها. أوكي، سوف نعيد هنا كما تشاهدون رقم هاتفي ورقم آخر. سوف أشرح لكم كل شيء. أوكي، لا داعي للإسراع.
اوكي. ثم بعد هذا احبتي في الله تقومون بالنزول الى الاسفل قليلا. اوكي، انظروا ماذا موجود. اكن اس اي دي. اوكي، تقومون بالنسخ هنا، تضغطون ضغطتين. حتى لو كنتم تستعملون الهاتف بالطبع سوف تضغطون هنا ضغطتين وسوف تنسخ. اوكي، تذهبون هنا الى الاس اي دي وتقومون بلصقها. اوكي، تقومون بلصق الاس اي دي الخاصه بكم. وهنا هذه انظروا احبتي في الله، ها هو التوكن الخاص بكم. اوكي، تقومون بالضغطتين وراء بعضهما البعض وتقومون بلصقها هنا. اوكي، تقومون بلصق التوكن الخاص بكم هنا. حذاري الاخطاء، حذاري الاخطاء. هنا اسم المتغير SED، ها هو قمت بجلبه من هنا. account SED. اوكي، تقوم بالضغط هنا وتقوم بنسخ. هذا هو ال SED. والتوكن ها هو اسفله، ها هو التوكن مخفي. اوكي، لن اغير هنا حتى لا يظهر ولن اقوم بنسخه. اوكي، حتى لا بالطبع حتى لا اقوم بمشاركه التوكن الخاص بي. اوكي، لانك ان اخذت هذا ال SED وحده لن تستطيع فعل اي شيء به، لكن التوكن هو كل شيء. اوكي، تقوم بالضغط هنا من اجل النسخ، ثم تقوم بلصق التوكن الخاص بك هنا. اوكي، التوكن الخاص بك ياتي هنا. اذا ال SED قمنا بنسخه والتوكن ها هو قمنا بنسخه. اوكي، هذا فقط حتى بالطبع لا انسخه. اوكي، ثم هنا قمنا بإنشاء المتغير وكل تلك الأشياء التي قمنا بفعلها سابقا. أوكي، بخلاف ذلك انظروا أحبتي في الله ماذا علينا أو كيف سوف نقوم بفعل الconfiguration. أوكي، from تساوي، من تساوي. أوكي، من إلى من هذه أحبتي في الله، من سوف أوريكم من أين سوف تأتون بالرقم الهاتف الخاص بكم. أوكي. كما شاهدتم أحبتي في الله هنا عندما يخبركم أنه من أجل تأكيد رقم هاتفكم سوف تظهر لكم قائمة كبيرة بالبلدان. أوكي، سوف تظهر لكم قائمة كبيرة بالبلدان وتحتوي على ما أعتقد على الكثير من الأرقام الهواتف. أنت تختار أي رقم وكما تشاهدون هو أعطاني أنا، كما ترون أنا أعطاني هذا الرقم. أوكي، سوف تظهر لك هذه كما تشاهدون هذا الرقم. تقوم بنسخ هذا الرقم ثم تقوم بلصقه هنا. اوكي، اذا من هذا الرقم. اوكي، from this number، ها هو من هذا النمبر. اوكي، ارجو فقط ان واجهتم مشكلة ولم تجدوا هذا الرقم الخاص بكم الذي هذا الموقع يعطيه لكم اخبروني فقط وسوف احاول القيام بشرحه مرة اخرى. اوكي، لكن ان شاء الله سوف انا متحقق انكم سوف تقومون بايجاده. المهم انكم سوف تجدون هنا في الداشبورد. اوكي، هنا على ما اعتقد هنا تضغط هنا او ياتي زر هنا فيريفي او شيء من هذا القبيل. اوكي، او ربما هنا في البروجكت انفو سوف تجد هنا انه القيام بالحصول على رقم هاتف وسوف تضغط عليها وسوف يأتيك رقم الهاتف الخاص بك. اوكي، فقم فقط بإعادة كل شيء كما كان. ها هو أحبتي في الله. إذن هذا هو الرقم الخاص بي الذي سوف أرسل به الرسالة. عندما أرسل رسالة لشخص سوف يأتيه هذا الرقم وليس الرقم الخاص بي. اوكي. ثم هنا أحبتي في الله نقوم بواحد اثنين ثلاثة أربعة مساحات أخرى. نقوم بكتابة بودي. اوكي، بودي تساوي. هنا قمت بنسيان الفاصلة. حذاري نسيان الفواصل. حذاري. ثم هنا أحبتي في الله نقوم بإنشاء الرسالة الخاصة بنا كما نريد. اوكي، بالطبع يمكن هنا الرسالة جعلها input. اوكي، كمثال x تساوي input enter SMS أو enter text أو أي شيء. أوكي، ثم هنا في البودي تقوم فقط باستدعاء الإي التي هي هذا الإكس التي هي هذا المتغير. أوكي، هي هذه الرسالة، ثم تترك فاصلة وتكمل معنا الشرح. أوكي، بدون أي مشاكل. هذا بالطبع سوف يكون رقم ثابت لن تقوم بتغييره أبدا، لكن هذا البودي سوف تغيره لأنك في كل مرة بالطبع سوف تقوم بإرسال رسالة معينة. أوكي، سوف نكمل فقط على الشرح الخاص به وسوف أقوم بإزالة هذا الإنبوت. I love Python Live Channel. أوكي، أنا أحب قناة Python Live Channel. ثم بالطبع لا ننسى الفاصلة لأنني أريد القيام بكتابة أمر خلفها. أوكي، لكن أحبتي في الله سوف أريكم الآن طريقة أخرى
عليكم القيام بحفظها. اوكي، لانك ان كنت تريد بالطبع استعمال كل هذه الخطوات في السكريبتات الخاصه بك بالطبع كما اخبرتكم سابقا، يمكنكم مشاهده كل الشروحات الخاصه به او كل السكريبتات التي قمت بصنعها سابقا، حوالي 50 سكريبت، والقيام حتى بجمعها كلها في سكريبت واحد، وسوف يصبح سكريبت هائل جدا. اوكي، لا باس. نضغط انتر هنا، نعود هنا كما تشاهدون بعد مساحة أربع مساحات، نقوم بكتابة تو تساوي. اوكي، ثم هنا تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك. اوكي، بالطبع نحن يكون في الجزائر نقوم بكتابة زائد 213. اوكي، هكذا زائد 213. هنا يليها رقم مزود الخدمة سواء موبيليس أو جيزي أو نجمة. أوكي، هذه بطبع اتصالات الجزائر. ثم هنا بالطبع تقوم بإكمال رقم الهاتف الذي سوف ترسل إليه الرسالة. أوكي، سوف أقوم لاحقا بتجربتها وإرسال رسالة، هذه الرسالة إلى هاتفي، وسوف أوريكم الدليل بالطبع. أوكي، كل شروحاتي بالدليل بالطبع، قناة صديقة 100%. كما تشاهدون هنا يمكننا بالطبع وضع هذا القوس هنا، أو كما أخبرتكم يمكنكم وضع كل هذه الأسطر في سطر واحد، وسوف يصبح سكريبت يحتوي على حوالي 5 أسطر فقط. أوكي، إذن كما تشاهدون فقط هذا هو الشرح. كما تشاهدون هنا 8 أسطر قمنا بإنهائها، وقمنا بصنع السكريبت الخاص بنا الذي يقوم بإرسال رسائل بدون أي مشاكل. لكن أحبتي في الله، يوجد شيء علي أن أقوم بالتنويه إليه. أوكي، يوجد شيء علي أن أحذركم منه. هنا لو قمت بكتابة الرقم الهاتف الخاص بك لن يقوم بإرسال رسالة، ولو قمت بإرسال كتابة رقم هاتف صديقك، جارك، أخوك، عمك، أي شخص في العائلة أو خارج العائلة في العالم لا يمكن إرسال إليه رسالة. إذن كيف نقوم بحل هذه المشكلة، أو كيف سوف نفعل حتى نقوم بإرسال رسائل إلى أي شخص نريد؟ أوكي، هنا هذا الرقم الذي سوف نرسل إليه رسالة. أوكي، أيضا أحبتي في الله، هنا أريد التنويه أيضا، عليكم كتابة 06. أوكي، نحن الجزائريين عليك كتابة 06، ولا تكتب فقط 213 6. أوكي، 06 أو جيزي أو نجمة كما تريد. أوكي، إذن كيف أحبتي في الله سوف نقوم بجعل هذا السكريبت يقوم بإرسال رسالة إلى الرقم نحن نحدده. أوكي، هنا عند الذهاب في هذا الموقع الذي ترونه الآن، سوف أريكم. تضغطون هنا على Verified Numbers. أوكي، تضغطون هنا You can send message and make calls to. يمكنك الاتصال وإجراء رسائل إلى هنا إلى الأرقام كيف يقولونها إلى الأرقام المؤكدة. أوكي، تضغط هنا على الأرقام المؤكدة هكذا، سوف تضغط عليها مرة واحدة، سوف تفتح معك هذه النافذة. حبيبتي في الله، كما ترون أنا لدي 2 أرقام، سوف يأتيك أنت رقم واحد، وهو الرقم الذي قمت بتأكيد حسابك عليه، الذي قمت بوضعه الشرح السابق. وهنا تقوم بالضغط على هذه الزائد، ها هي أضغط على زائد. اوكي، انظر ماذا يحدث احبتي في الله. تظهر معنا هذه الرسالة enter your phone number and will I call you to enter verification code. اوكي، verify a phone number. اذا عليك القيام هنا بالضغط هنا على هذه. اوكي، من اجل ارسال رسالة نصية من اجل التأكيد. اوكي، وهنا أحبتي في الله من أجل القيام بإضافة رقم ترسل إليه الرسالة سواء لصديقك أو جارك أو شيء من هذا القبيل، عليك أن تقوم بإدخال رقمي هنا. أوكي، وعند إدخال رقمي هنا سوف يرسل إليه رسالة. أعيد وأكرر، سوف يرسل إليه رسالة يخبره في الرسالة أنه عليه القيام بإدخال كود. أوكي، سوف يقوم بإدخال، يعطيك الكود تدخله هنا، وبهذا سوف يصبح هذا الموقع أو هذا السكريبت يستطيع إرسال رسائل إلى الأرقام الهواتف التي قمت بتأكيدها. أوكي، لأنه للأسف لا يمكن إرسال رسائل إلى أرقام هواتف لم تقم بتأكيدها. أوكي، كمثال أنا قمت بتأكيد كما تشاهدون هنا، قمت بتأكيد 2 أرقام هواتف. إذن يمكنني بالطبع استعمال هذه الميزة في سكريبت وأقوم بوضع هنا رقم هاتفي الأصلي. لماذا لا أقوم بوضع هاتفي؟ أقوم بوضع هاتفي الصحيح، وأقوم بالطبع بتشفير السكريبت الخاص بي. قمنا بالطبع في حلقتي في قناتي بمشاهدة الكثير من الدروس من أجل تشفير السكريبتات الخاصة بك حتى لا يقوم الشخص بالتعديل عليها أو القيام بقراءة الأكواد الخاصة بها. أوكي،
وبهذا بالطبع يمكنني القيام بكتابة كمثال رقم الهاتف الخاص بي، ويرسل لي أي شيء من هذا من السكريبت الذي وضعت فيه هذا السكريبت الذي شرحته الآن. إذا إلى هنا أحبتي فلا ينتهي هذا الدرس الخاص بنا. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم. بالطبع لا تنسوا في الأخير بالطبع ترك لي الإعجاب والتعليقات. حتى لو لم تفهموا أي شيء ما عليكم فقط القيام بمراسلتي في الإنستغرام. دائما أقول حسابي على الإنستغرام وهو بايثون نقطة دوت نقطة لايف، بايثون نقطة لايف، بايثون نقطة لايف. أوكي، أو القيام بترك لي تعليق سوف أقوم بالرد عليك في أقل من 24 ساعة. أوكي. إذا شكرا لكم أحبتي على المشاهدة. نلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.